اللهم ارزقنا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وحلالا طيبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ النهارده بقى احنا خلاص كده اخر 10 ايام في الشهر. فانا ما نزلتش من اول الشهر بصراحه، جبت طلباتي مره واحده. انتوا عارفين انا كان وقعت يعني وحصل لي كسر كده في الدراع، فالحمد لله على كل شيء. فانا قلت هنزل بقى، كان التلاجة يعني في حاجات كتير فعلا ناقصاني. فقلت هنزل اجيب شوية طلبات يكفوني لغاية لما نقبض ان شاء الله على يوم 2 كده. بصوا بقى، انا جبت هنا ب10 جنيه ليمون. الليمون كان عامل 30 جنيه، جبت دول ب10 جنيه، فوق من ربع كيلو. وجبت كمان بصوا البطاطا دي سبحان الله جت معايا كده بالغلط. انا كنت قايله لها عايزه بطاطس، هي سمعتها بطاطا. وقلت لها اروح السوبر ماركت وهرجع. فانا رجعت لقيتها وزناني يعني خدت الحاجه، وانا لما رجعت البيت شفتها انها بطاطا مش بطاطس. فقلت الحمد لله مش مشكله. بصوا بقى، وجبت كمان جبت الدقيق، لان الدقيق دوت انا لازم اعتمد عليه طول الشهر، بينفع في حاجات كتير قوي وبيوفر معاكي. جبت دقيق للكيكه. انا دايما احب اعمل الكيكات بدقيق مخصص للكيك عشان بتطلعها ناجحه جدا، وكذلك المخبوزات. بصي يعني بتبقى غاليه شويه، فرق 10 جنيه بينها وبين الدقيق العادي، بس بصراحه انت اللي كسبانه لان باقي الوصفه ما بتبص معاكي وبتطلع نتيجه ممتازه. جبت كمان 2 كيلو رز. روز جاردن ده يا حبايبي حلو قوي قوي. في كل منتجاتها، هي شركه مصريه ولكن عامله كل حاجه، منظفات وكله يعني هتلاقيه من منتجاتها. جبت كمان كيس البطاطس دوت عامل 2 كيلو ونص. حلو قوي برضو، بيقعد معايا فترة كبيرة، يعني بيكفيني حوالي شهرين. بخصوصا ان انا كمان ما يعني مش بقلي كتير، بس انا جايباها بتنقذني في ايام اخر الشهر كده، جنب شوية ملوخية ناشفة جنب مكرونة الدنيا بتمشي. جبت كمان كيس خلطة للبشاميل، قلت عشان لو عملت يوم مكرونة بالبشاميل تكون برضو يعني بتدي طعم ودسامة كده للبشاميل حلو. بص بقى، وجبت العلبة دي من اوكازيون. بصراحة حلوة، وجبتها كمان كان ليا نقط عندهم جبتها منها، فيعتبر جايبها ببلاش. وجبت كمان جبنة لافاشكري. الجبنة دي حلوة وطعمها حلو، أحلى من مزارع دينا. تحسي ان كمان ما فيهاش ميه كتير غير مزارع دينا. جبت برضو زيت كريستال دي لتر، عامل 105. دي اوفر يا حبايبي من اللي هي ال700 جرام دي، بتبقى بصراحة صغيرة وعاملة 76 جنيه. فانا فرق السعر دوت اجيب اللتر كامل افضل يعني. بصوا بقى، العلبة دي عجبتني جدا، اول ما شفتها قلت لازم اشتريها. محكمة الغلق، وحجمها صغير، بتنفعني انا بقى عشان انا ساعات بيتبقى كمان شوية اكل صغيرين. حبة فول قلت هعينهم فيها. بس انا بقى جبت ب10، يعني جبت شوية جبنة رومي كده. وجبت كان عندي جبنة موتزاريلا، وبصراحة جبت يعني ب30 جنيه بسطرمة، قلت احطهم اقطعهم كده عليها، اعملهم ميكس واعمل بالدقيق. يعني اعمل ايه مثلا، ممكن اعمل بيتزا واحطهم عليها، هعمل فطير واحشيه جبن واحشيه عجوه. عندي عجوه في الفريزر على فكره من رمضان، وان شاء الله هعمل فطير كده ينفعنا فطار وعشاء. بصوا بقى، ودي مشترياتي كده الحمد لله. تعالي بقى هقولك طريقتي ايه في البطاطس، عشان ما فيش حاجه تتهدر مننا. طبعا احنا عارفين الغلا وكل حاجه بقت غاليه، فحرام تهدري اي حاجه، جبتي حاجه تحافظي عليها. انا ما بفتحش الكيس واستخدم منه كده عشوائي. لأ، أنا باحب أجيب الكمية كده وأعبيها في الأكياس البلاستيك حسب استخدامي. يعني بمعنى إيه حسب استخدامي؟ لو أنا هاعتمد إن أنا النهارده هاتغدى بطاطس مثلًا محمرة جنب بتنجان جنب فلفل، فأنا هازود كمية البطاطس، هاحط كيس كده مليان بطاطس جنب الفلفل وجنب البتنجان. لو أنا هاعمله مثلًا جنب العجة، هاعمل كيس وسط كده صغير يا دوبك نقنقة منه، والعجة بتتاكل بالعيش برضو. لو انا هعملها الصبح كفطار، حطي كيس صغير جنب الفول والفلافل او الطعمية والجبنة والدقة اللي احنا عاملينهم في البيت. فما شاء الله كل واحد عارف طبعا استخدامه ايه، وحسب عدد افراد اسرتك وحسب الاكلة اللي هتعمليها، عشان ما فيش حاجة برضو تهدر منك وحاجة تفيض. لان في ناس كتير بتفيض منها الاكل، يعني ما بتاكلوش بارد. فدي الكمية اللي طلعت لي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دي بالنسبة لي كده 100 فل، هتقعد معايا شهرين
يعني باذن الله ببركه ربنا. ليه بقى؟ انا ما بقليش كمان بطاطس كتير، يعني مش نظام القلي دوت، عشان برضو انا بادئه اعمل ريجيم ومش حابه الحاجه اللي فيها زيوت كتير، وما عنديش اير فراير. فبصراحه برضو مش حابه ان انا اعمل زيت كتير، وما بستهلكش اصلا برضو زيت كتير في القلي. فاهمين قصدي؟ يعني انا ما بقليش كتير. بصوا بقى النهارده قلت هعمل اكله سريعه جدا. انا كان من فتره كنت جايبه نص كيلو سجق، فانا طبعا بحب اوفر في كل حاجه، فرحت عاينه صباعين كده بالظبط بالعدد صبعين، وقلت هقطعهم شرايح صغيره وهدخلهم في اي اكله. فجوزي بيقول لي انت عروبه والله العظيم. ايوه، قلت له الصبعين، ما هم الصبعين دول مش هيبانوا في النص كيلو يعني. فقلت هعمل بيهم طاجن بطاطس بالسجق كده وشويه رز بشعريه. وبيبقى اكله سهله وسريعه وما بتاخدش وقت ولا مجهود. فبصوا بقى، يعني والله العظيم كانت طعمها ما شاء الله زي العسل. بشوحهم كده في معلقتين من الزيت الاول، بديهم تقليبتين كده عشان طبعا يبقوا نص سوا. عشان الفرن البطاطس يعني الطاجن كله ما بيكملش في الفرن 10 دقايق. فانا برضو عشان ايه يبقى متحمر كده معايا وواخد نص سوا على الطاسه، وبعد كده اكمل سواه في الطاجن. عايزه اقول لك بقى الطاجن ده كنت شارياه ب 40 جنيه، وكان وجميل جدا بصراحه. بعمل فيه بقى اي حلويات مثلا. عملت فيه طاجن بشاميل، اللي هي بطاطا بشاميل. وعملت فيه كذا حاجة بصراحة، حلو وحادق. فبيدي للأكل فعلا طعم جميل قوي قوي. أنصحك تجيبيه، وفي منه طواجن صغيرة حلوة يعني بتنفع ورخيصة. يعني الطاجن الصغير خالص اللي هو ممكن تعملي منه لكل فرد عامل 10 جنيه. فانا قلت باذن الله بقى هجيب منه في رمضان، على رمضان كده كل شهر اجيب طاجن ولا حاجه صغير، ونظبط كده اللي ناقصنا في البيت باذن الله من غير مقاطعه يعني. بصوا بقى، انا هنا كنت من بركه ربنا برضو الحمد لله ان انا كنت عاينه في طماطم في الفريزر مسبكاها دايما عندي. فانا طلعت كيس صغير كده وحطيته بقى. انا اول حطيت البطاطس في الزيت اللي هو مطرح السجق، شوحتها رخرة تشويحتين كده تاخد من الريحه. ونزلت عليها بالطماطم. حتى كان باقي شوية طماطم كده في الطبق، لو تلاحظوا انا حطيت شوية مية عشان برضو حرام ان احنا يعني نرميها كده، كان فيها شوية صلصة حرام. لازم نقتصد في كل حاجة. بعد ما البطاطس كده خدتها تقليبتين 3 في الصلصة، ورحت نازلة بقى بيها في الطاجن. هحطها بقى في الفرن. بصي كله وانتي واقفة هدخلها الفرن وابدأ اعمل الرز. وبما ان انا واقفه في المطبخ بقى يا حبايبي، عايزه اقول لك يعني تخلي وقفتك كده تقعدي تذكري ربنا تسبحي. لو جنبك راديو كده عليه القرآن الكريم تسمعي له. يعني خلي وقفتك ليها فايدة، ما احنا واقفين في الحر بقى، لا خدي ثواب كمان. بصوا وانا واقفة بقى عملت الرز اهو. وانا بحب طول ما انا واقفة في المطبخ، يعني في حاجات طبعا قبل المونتاج. انا على ما حطيت الشعريه وتتحمر اكون فتحت التلاجة مثلا، غسلت رف من رفوف التلاجة. فتحت المطبخ الخشب، ظبطت حاجه فيه. يعني ما تخليش وقفتك في المطبخ كده هدر، استفادي بكل حاجه فيها. برضو انا قلت النهارده على ما اعمل الرز والطاجن يستوي هظبط كده البرامق بتاعه المطبخ اللي فيها البرطمانات والحاجات دي، هديها لمعة كده خفيفة. لان بقالي فترة فعلا هملاها من ساعة ما تعبت. وهي جنب الشباك كمان، فالشباك بيدخل تراب عليها، فخلاص بقى بصوا. ده الماسك بقى اللي انا بمسك بيه الشقي بتاعي بحبه قوي. كنت جايباه جديد بقالي شهرين. وانا والله يا حبايبي بستغل كل ما يعني يتوفر معايا اي حاجة، اي مبلغ بسيط، بشوف ايه اللي ناقصني وبجيبه. يعني قلت خلاص انا قررت كده ان انا ما احرمش نفسي من حاجه. كل حاجه نفسي فيها لازم اجيبها، حتى لو كانت حاجه بسيطه لازم افرح نفسي. بما ان احنا كمان بنوفر للبيت، فاحنا برضو احنا اساس البيت، ما نحرمش نفسنا من حاجه. بصوا بقى الرز ما شاء الله طلع معايا مفلفل. وعايزه اقولك انا برضو ما هدرتش في الرز. انا الاول اول ما اتجوزت كنت بهدر في الرز، ما كنتش عارفه ان يعني ايه، كنت بعمله بقى كده بالبركه. والاقي في القعر كده ما شاء الله رز كتير قوي، احط عليه الميه بقى لما عشان اغسل الحله، الاقي الصبح بقى الحله كلها رز. لكن دلوقتي خلاص بقى احنا كبرنا وتعلمنا، بقت اعاير كوبايه الرز هي اللي تتحط، ما شاء الله بيبقى موفر جدا. بصوا بقى الطاجن وجماله وحلاوته.
بسم الله ما شاء الله، طالع كده بيشكشك جميل. والريحة طبعا ما أروع، ما شاء الله، ريحة السجق مع البطاطس، والسجق أصلا بهاراته تحفة. إن شاء الله أنا هعمل سجق في البيت باللحمة، وهعلمك طريقته، وهقولك برضو أسراره وتكاته إيه. والحمد لله كده بقى ايه، ده كان الغدا بتاعي، رز بشعرية وطبق البطاطس بالسجق، وكان عندي بقى مخلل. بصراحة ما قدرتش اعمل سلطة وكسلت بقى. تعالوا بقى يلا دلوقتي هقولك على ايه، ازاي نضاعف كمية الزبدة ان هي تقعد معاكي الشهر كله. بصي بقى، انا زيك بالظبط، ست بيت، بحب اوفر وادبر وبمشي على قد امكانياتي وعلى قد الظروف المتاحة عندي. ما بوقفش نفسي على حاجة. بمعنى ايه، انا دلوقتي طبعا السمنه البلدي احلى حاجه تطبخي بيها، واحلى حاجه تدي الاكل ريحه وطعم. طيب انا ما معيش فلوس اجيب كميه كبيره، عادي جدا، هاتي بالمتاح عندك. لو هتجيبي ب100 جنيه، انا جايبه الزر الكيلو كان عامل 270، يعني بحسبة مثلا 65 جنيه. مش عارفه بقى يبقى الربع كيلو بكام، يعني مش ما كانش غالي يعني، فاهمه، او 80. مش فاكرة والله هو سعره كام، يعني هو بيتراوح من 70 ل80 جنيه، مش غالي. فجبته وجبت معاه ازازة زيت كريستال، اللي هي اللتر اللي انت شفتيها دي، وقلت بقى انا هتحدى كل حاجة وهعمل لك احلى برطمان سمنة بلدي يقعد معاكي الشهر كله. هتستخدميه بقى ما شاء الله بقى، في بيت، في فول، اللهم صل على النبي، في طبيخ. وخلي بالك، بصي الازازه دي لتر كامل، زي ما انا قلت لك جايباها ب105. وانا كنت عامله فيديو عن الدهنه الجملي، انا جبت الدهنه الجملي وعملت منها برطمان، دي برضو بستخدمها في الطبيخ. يعني لو انا هعمل صينيه بطاطس، هعمل صينيه خضار مشكل في الفرن، بحط معلقه من الدهنه دي ما شاء الله مع نص معلقه زيت. وخلي بالك، مش بكتر الدهون، مش بكتر الماده الدهنيه على فكره خالص يعني، بس اهم حاجه يعني حاجه طعم الاكل وتديله ريحه وطعم. فانا بقى جبت الربع كيلو وبصي بقى، وحطيته في الكزرونه الجديده اللي انا شاريها. جايباها بقالي شهر كده وفرحانه بيها، لان انا كان نفسي في الحجم وما كانش اما اتجوزت ما كانش عندي حاجه المونيا، كنت جايبه كله تيفال وستانلس. بصراحه حتى الستانلس جبت حلل، ما جبتش برضو الكازرولات، كان عندي كام واحده كده وخلاص يعني. بقالي كده 15 سنه متجوزه، تعبوا وباظوا بقى، بس العمر بقى بيجري. فالحمد لله، فانا جبت بقى كده اهو، حطيتهم. بصوا ما شاء الله، عايزه اقولك ما خدتش معايا 10 دقايق على النار. هي احسن 100 مره من السمن الهولندي. السمن الهولندي يا حبايبي وحش جدا، عباره عن زيوت مهدرجه بتعمل تصلب في الشرايين وامراض وسمنه. طب علينا بايه؟ والامراض انتشرت جدا. فاحنا دلوقتي معلش، صحتنا مفيش اهم منها. الجنيه اللي انتي هتوفريه في صحتك بالدنيا كلها. فانت هتعملي ايه؟ السمنه دي هنضاعف بيها، تقعد معاكي الشهر كله ببركه ربنا. انا كان من زمان ماما الله يرحمها، يعني انا متعلمه من ماما الله يرحمها، كانت دايما تطبخ بالزيت او بالسمنه البلدي. كان هي برضو يا حبيبتي عندها القلب الله يرحمها وتعبانه، فالدكتور نفسه كان بيشوفه من عمر، يعني من سنين، منحها من السمن المهدرج. قال لها لا تطبخي بزيت زيتون، لا اما بسمنه بلدي، لا اما زيت ذره، او زيت عباد نضيف. فدلوقتي طبعا الزيت اللي هو زيت الزيتون غالي جدا، مين هيقدر يجيبه يعني؟ غير كده احنا كمان مش واخدين على طعمه. احنا لو جبنا عبوة صغيرة ممكن نحطها على الفول، على الجبنة القريش، هو ده اخرنا مع زيت الزيتون. فايه المتاح عندنا؟ نجيب زيت عباد او زيت ذرة نضيف، يكون كريستال او عافية. دول اعلى حاجة طبعا، بيجي بعديهم هلا او سلايت، يعني هما الاربعة دول. تختاري بقى النوع اللي يعجبك، بس هو دول اعلى حاجة فيهم، كريستال وعافية. والمتاح عندك السمنه البلدي. طب السمنه البلدي غاليه، نعمل ايه؟ عندك كذا يعني كذا حاجه بديله. لا، يا اما تجيبي بقى كميه صغيره حسب امكانياتك، تجيبي ربع كيلو، نص كيلو. لو انت قادره طبعا وعندك الاستطاعه انك انت تجيبي كميه، طبعا خير وبركه والحمد لله. ما عندكيش، بتعملي كده زي حالاتي، بتجيبي بقى ايه على قد امكانياتك، ربع كيلو، نص كيلو، بتضاعفي كميته. طيب ما مش متاح عندك انك تجيبي، طيب بنجيب كده كده اللبن. بتجيبيه وبتعيني القشطه بتاعته في الفريزر في علبه،
لو كل اسبوع يا ستي هتجيبي لك كيلو، بس تجيبيه من مكان موثوق فيه عشان القشطه تبقى بخيرها كده، قشطه تقيله ما شاء الله تعمل لك زبده حلوه. تمام. في بقى حاجه تانية كمان بعملها، بجيب اللبن. انا عارفه ان انا استخدامي مثلا في اللبن 5 6 كيلو في الشهر، ممكن اجيبه على بعضه واروح جايه غاليه في حلتين او في حله كبيره لو عندك، وبتسيبيه ليله كامله لغايه لما يتقل كده ويبقى ما شاء الله القشطه تبان على الوش كده تبقى تقيله. وتعينيها في البرطمانات عندك، في يعني في علب في الفريزر، وتبداي ان انت تخزني عليها الشهر اللي بعده كمان، هتطلع لك والله حوالي كيلو من الزبده. وتطلعي بقى من الزبده مرطه والشرش بقى اللي بينزل منها كمان دوت بتعملوا منه فطاير. يعني بصي خير في البيت. وان شاء الله كل الحاجات دي انا هعملها معاكم عملي في القناه. ما شاء الله. بصوا بقى الربع كيلو دوت، عايزه اقول لك والله انا عملت منه برطمان هو والزيت تحفة، هيكفيني كمان الشهر دوت. يعني شهر احنا خلاص 10 ايام في 8، وهيقعد معايا كمان شهر 9 كله بإذن الله وببركة ربنا. وكان عندي شوية زيت، يعني قصدي المادة الدهنية انتي بتظبطي حالك بيها، وزي ما قلت لك مش بكترها. يعني مش انتي تدلقي بقى في الحلة، لا ده هي معلقة واحدة بتقضي الغرض معاكي. فانا كده يا حبايبي خلاص، هي بصوا ما شاء الله قربت تطلع بقى معايا اهي، قربت كده يعني تبصوا شايفين بتفرق كده معايا. والريحة ولا أروع، تحفة، ريحتها جميلة جدا يعني مالية البيت كله. عايزة أقولك اللي يشم الريحة ما يشوفش الكمية. اللي يشم ريحة السمنة البلدي في البيت، يعني عايزة أقولك ما شاء الله. يعني حد هنا معايا في البيت بيقول لي الله إيه انا شامه ريحه سمنه بلدي. قلت لها تعالي يا حبيبتي شوفي السمنه البلدي تاخدي شويه. قالت لي ايه ده؟ قلت لها اهو دي السمنه البلدي. فالكميه البسيطه دي عشان هي من مصدر موثوق فيه. ولو عايزه تعرفي انا جايباها منين اكتبي لي في الكومنت وانا اقول لك جايباها منين، وهكتب لك كمان رقم التليفون. والريحه ما شاء الله ولا اروع، خطيره جدا. هي كده خلاص يا حبايبي، بدأت ان هي خلاص انا كده بدأت خلاص تشكشك كده معايا. والمرتة هي ظهرت من تحت. انا بقى ما بسيبهاش لغايه لما تتحرق. انا كده يعني بصي دقيقتين 3، وهبدأ ان انا هطفي عليها النار وهسيبها اهي، هسيبها بقى تكمل سواها على السخونيه بتاعه الكازارولا، عشان تطلعي معاكي احلى سمنه بلدي واحلى مرتة تاكليها. وانا بقى من عشاق المرتة، مش قادره اقولك انا بحب المرتة قد ايه. بفطر ممكن اقوم افطر منها. ما بحبش اكلها بالبيض بصراحه، بحب اكلها كده اغمسها بالعيش، بتبقى طعمها خطير، وخصوصا بقى لو هي دايبه، يعني بتبقى مرته كده محترمه. بصي بقى انا قلت لك انا كل يوم وانا في المطبخ لازم اعمل حاجه. فانا كان عندي البرامج دي بقى لي فعلا من ساعه ما تعبت ما عملتهاش، وهي جنب الشباك. ف عايزه اقول لك بقى ما شاء الله كميه تراب جميله جدا، والبرطمانات مش منظمه لان انا ساعات كتير ما كنتش بقف انا في المطبخ. فاللي بتقف تعمل بنتي بقى ربنا يخليها لي. بتجيب اي برطمان ما بترصش البرطمانات جنب بعضها زي ما انا كنت رصاها. انا كنت عامله المشروبات في جنب، الشاي والقهوه جنب بعض وبينهم السكر، وبعديهم هتلاقي التوابل والملح والكمون والحاجات دي. هي بقى ما شاء الله بتاخد وبترمي اي مكان. فانا قلت لا بقى انا لازم انا اقوم ايه انضفه. مش هياخد مني حاجه، وانا كده كده واقف في المطبخ، ما بطلعش من المطبخ غير وهو ايه المواعين معموله وكل حاجه معموله. بصي بقى مسحته بمناديل مبلله عشان كان ملمع الخشب عندي خلص. لمعت البرطمانات وشفت ايه اللي انا ممكن استغنى عنه وايه اللي انا هسيبه. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، حتى المنظر يعني عن الاول كده يفتح النفس. انا قلت بقى ايه على لما اجي اعمله تنظيف عميق قبل الدراسه باذن الله هنعمل بقى تنظيفات مع بعض وروتينات.